كاس العالم اللي كان بالفضيحه الكبيره. ما عمركم كنتوا عارفين بلي كاس العالم فايت شهر؟ ما هي مره ما هي جوج. عام 1966 الانجليز تقاتلوا باش ينظموا المونديال، واخيرا خداوه ونظموه، الساعه ندموه. داروا احسن تنظيم. طبعا كان خاص يكون تنظيم تاريخي، واحد الحدث اللي عالمي. راه الانجليز هادو مالي الكبره اللي من عندهم خرجات، زعما راه هما بوها، وفعلا غادي يكون مونديال تاريخي، اكبر فضيحه في التاريخ. شو عالميه، حيت كاس جون ريمي التاريخي، وهذا هو اسم كاس العالم اللي كان في الاول. هاد كاس العالم ولا كاس جون ريمي كي كان كيتسمى، اللي هو 4 كيلو ديال الذهب. الله يا ربي على 4 كيلو ديال الذهب، تسرق وتخون واختفى النهار الثاني فاش عرضوه في متحف الطوابع الانجليزي. انقازه ولاو في حيصه بايص. انا ري على فضيحه، انا ري على شوها، كيتي ناري اش غيقولوا فيا العديان والجيران. اش نديروا دابا؟ الله يخرب بيت الكوره على اللي اخترع الكوره، على اللي دخل لنا الكوره، على اللي بيشتغل في الكوره، داهيه عنهم كلهم. فكروا حتى عياو، قالوا انضربوا الطم، ما نقولوا والو، وحتى حد ما عرفوا التخون. ونصوبوا واحد ثاني خوه كوبي كولي من الذهب، ومريض ما عنده بس. ونديروا لهم خاويه في عامره وحنا بخير، ولا من شاف ولا من عرف. ولكن جاتهم واحد المكالمه من واحد خينا سميتو جاكسون. اتصل بهم وقال لهم الو، وانا هو الشفاره الشاف، وبغيت واحد 15,000 استرليني، ولا غندوبوا لكم هاد كاس العالم، هاد غره في الدنيا، ونبيعوا ذهب. الذهبيه موجودين. هما يقولوا لي الله يا ودي انت امر وحنا ننفذوا، غا ما تكرفش لينا داك الكويس الله يحفظك. وجدوا لي واحد الباليزه ديال الفلوس مزوره، هاك وليدي ها فلوسك. ملي سلموها ليه قالوا لي فيه الكاس، قال لهم راه خليتو لكم لهيه غتلقاوه تما. يا ودي فيه ليه وتما. قال لهم راه في واحد الملعب ديال البالي ديال الرقص، عرفت هذاك البالي، هذاك الرقص اللي ما عنده معلق. راه مخبيه لكم في البلاصه الفلانيه، وغبر خلفه مع الطريق. طبعا داير احتياط في هذيك السليم والستيلم، راكم عارفين شغل العصابات. المهم غبر هاد خينا خلفه مع الطريق، وصدق هاد جاكسون عاحرته كاذب عليهم، ما شافر ما خاون ما داير لا بيديه ولا برجليه. ملي سمعت النقنيقه ديال الكاس تخون، الشيطان طاحت عليه واحد الفكره ديال يضرب معاهم بريكول ويخدمهم في هذا البلان. ساعتها هما عطاو على المزوق. هو دار لهم خاويه في عامره، وهما داروا ليه تا هما عامره في خاويه. ايوا داز السيمانه والكاس ما بان ليه اثر، حتى لواحد النهار واحد السيد الله يجازيه بخير سميتو ديفيد كوربيت، كان مخرج الكلب ديالو كيتسارى معاه في الشانطي. الكلب ديالو لقى شي حاجه ملوع عليها واحد الكاغيط، راكم عارفين الكلاب شمشامه وعزيز عليهم الهبيش. لقى داك الكاغيط شي حاجه مكوغطه، الكلب بدا يلعب بيها وشرك داك الكاغيط وقطع فيه. باش كيتفاجئ ديفيد بكاس العالم هو اللي مكوغط في داك الكاغيط. الصدمه كانت قويه، والسيد تبارك الله طلع محترم ومشى كيجري الكوميساريه ديال الانجليز وسلموا ليهم. هي باش غيولي هاد ديفيد والكلب ديالو بيكيلز، سميتو بيكيلز، اشهر جوج في الانجليز داك الوقت، طلعوا ترند. وعطاوه مكافاه 6000 استرليني، 6000 جنيه استرليني ديال الانجليز، وكانت ساويه داك الثمن، كانت فلوس ديال الفلوس. والكلب ديالو بيكز عطاو الماكله فابور عام على قدو، كل جا تفرع. ولاو يجيبوه يمثل في الافلام، ومن كثره ما نقازه حبوا هذا الكلب داروا ليه تمثال. وملي مات هذيك الربطه اللي كيديروا ليه في عنقو وحطوها في المتحف ديال كره القدم ديال الانجليز. المشكله الكبيره في هذيك الفضيحه والشوهه هي ان كاس العالم اصلا ما تخونات ما تشافرات. تشتعل فضيحه. القضية ملي بحثوا هبشوا القاوها ما فيها لا شفرة ولا سرقة. القضية وما فيها هي شي جوج خوت كانوا بداك المتحف اللي فيه الكاس، وبانوا لهم الحراس ما رادينش البال. وراك عارف هذاك الشيء ديال المراهقين وديال الشباب، ارا نديروا لهم خاويه في عامره ونديروا لهم شي مقلب. ملي بانوا لهم الحراس ما رادينش البال مزيان، داروها كيضحكوا، هزوا الكاس لواو في كاغيط وخرجوا به. سلت. ولكن ملي القضيه حماضت والقضيه خرجت على السيطره، ناضوا ليحوه في الزنقه، تفكوا منه زعما.
شتي. وسبحان الله عوض ما هاد القضيه تكون فضيحه وشوها الانجليز ولات هي اكبر دعايه واشهار الكاس العالم ديال ذاك العام. واللي بالمناسبه هاد الكاس العالم ديال ذاك العام داتها نيت الانجليز فاش ربحت لاليمان ب4-2. وكانت اول مره واخر مره تربحها لحد الساعه في مونديال 2026. ربما تدي هاد العام ربما تدي الاعوام الجايه الله اعلم. المهم راه بدينو مره واحده. هسيو كانت هذيك هي اول مره كيتسرق فيها كاس العالم او كيتوهموا انه تسرق وصدق ما مسروقش. وسرقه كاس العالم غتعاود مره ثانيه عام 1983. هذيك الساعه البرازيل ربحات كاس العالم 3 المرات. وفي المره الثالثه اللي كانت 1970 فاش ربحوا كاس العالم ولا من حقهم يحتفظوا به للابد. ولكن ما طولش عندهم حيت في 1983 غادي تشفر وهاد المره غادي يغبر ليه لاطار وما عمرهم غيلقاوه ولا يرجع ليومنا هذا. غبر امشى الغبير الظاهر. كنتوا عارفين بلي كاس العالم فايت ليه تشفر ولا هذه اول مره؟ جاوبونا في التعاليق. واللي جديد يدير ابوني واشتراك باش يوصلك ديما الجديد. هو هذا قالها مسعود. دوزو بخير.